هنفترض ان ربنا كرمك ولقيت شغل في صيدلية بعد معاناة في اللف على الشغل، ومع اول يوم شغل ليك بعد ما بعت 3 ممبرز مقاس 3 لقيت 7 كانيولات مرصوصين جنب بعض بألوان ومقاسات مختلفة، وانت مش عارف الفرق بينهم وبدأت تحتار. ما تقلقش، هعرفك الفرق بينهم، بس ركز معايا. السبع ألوان دول هما اللون البرتقاني، الرمادي، والأخضر، والوردي، والأزرق، والأصفر، والبنفسجي. كل لون منهم بيتميز بمقاس معروف ليه وثابت ما بيتغيرش. البرتقاني مقاس 14، والرمادي مقاس 16، والأخضر 18، والوردي 20، هنزود باتنين يعني، والأزرق 22، والأصفر 24، والبنفسجي 26. وهنلاحظ إن كل ما يزيد رقم المقاس بيقل طول وقطر الإبرة. يعني إيه؟ مثلا مقاس 14 و16 18 اللي بتكون فيه الإبرة كبيرة بنستخدمها للناس الكبيرة، ومقاس 20 و24 و26 للأطفال علشان طول وحجم الإبرة صغير. تعال نروح ونعرف استخدامهم وانت هتفهم واحدة واحدة. الكانيولا البرتقاني والرصاصي 14 و16 اللي الإبرة بتاعتهم بتكون طويلة وكبيرة وسرعة الضخ الدم فيهم بتكون كبيرة، علشان كده هنستخدمها في العمليات الجراحية ونقل الدم المستعجل والحالات الطائرة. وطبعا غير كده مش بنستخدمه علشان بيوجعوا جامد المريض. الكانيولا الخضراء مقاس 18 هنستخدمها في عمليات نقل الدم العادي والتغذية العلاجية العادية والأشعة المقطعية بالصبغة، وطبعا بتتطلب أوردة كبيرة. الكانيولا الوردية مقاس 20 ودي أشهر وأكتر كانيولا بنستخدمها وبتستخدم في نقل الدم. الكانيولا الزرقاء مقاس 22 هنستخدمها في نقل المحاليل ببطء ومع كبار السن اللي أوردتهم ضعيفة. الكانيولا الصفراء مقاس 24 هنستخدمها مع حديث الولادة والأطفال، وطبعا علشان صغر طول سنها وقطرها. الكانيولا البنفسجي مقاس 26 ما بتفرش كتير عن الكانيولا الصفراء، ودي برضو بنستخدمها في الحضانات الحديث الولادة. وبس كده، ده شرح بسيط وسريع عن انواع الكانيولات، والفيديو الجاي ان شاء الله هيكون عن تركيب الكانيولات. ولو في استفسار او معلومه عايز تضيفها تقدر تسيب تعليق باللي انت عايزه في الكومنتات، طبعا بعد ما تكون اشتركت في القناه وشغلت زر الجرس علشان يوصلك اي جديد على القناه. وما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك ومعارفك اللي لسه بيدرسوا في المجال الطبي. وبس كده.